لو مؤاخذة يعني، أنا آسف في اللفظ اللي هقوله. ما تعملش نفسك أو ما تخليش نفسك خروف لمراتك. مراتك تحرضك على أبوك وأمك وإخواتك وتكرهك فيهم؟ لا، اوعى. أبوك وأمك أهم من مراتك مليون مرة. المرة بيجي غيرها 10 وممكن 100، إنما أبوك وأمك ما يتعوضوش. أبوك وأمك دول اللي خلفوك، هم سبب وجودك، هم اللي سهروا عليك ليالي وشافوا السواد ألوان عشان يربوك. سامع ولا لا؟ ما تبقاش آسف برضه، ما تبقاش دلدول لمراتك. مش كل اللي تقولك عليه تنفذه، تكرهك في أهلك، أبوك وأمك وإخواتك، وتحببك في أبوها وأمها وإخواتها. لا، ما تسمعش كلامها دي بالذات. أبوك وأمك أولى. راضى أبوك وأمك، الخير اللي ربنا بعته لك راضيهم منه قبل ما تراضي مراتك، تراضي أبوك وأمك. سامع ولا لا؟ ما تسمحش لمراتك إن هي تكرهك في أبوك وأمك وإخواتك وجيرانك والدنيا، لأن في الآخر والله نهار ما هتقع مراتك دي ما هتنفعك، لا هي ولا أبوها ولا إخواتها. مش هينفعك إلا أبوك وأمك وإخواتك، هم سندك. سامع ولا لا؟ ما تسمح لهاش تكرهك في الدنيا. لا، عند كده قول لها عند كده وقفي. انت ليكي حدود، لازم يكون لك كلمة. انت لازم يكون لك كلمة ويكون لك شخصية وكيان، لان طول ما انت ملكش كلمة ولا شخصية ولا كيان تبقى انسان ملكش لازمة، ويبقى من حقها تركب لو مؤاخذة وتدلدل رجليها. انت راجل، انت راجل. سامع ولا لا؟ وهي ست. كلمتك انت اللي تمشي، خاصة لما تكون كلمة صح وكلمة حق. يا لا حق عليك ماشي، لا إله إلا الله، ولكن أبوك وأمك لهم كل الحق، لهم مليون حق. سامع يا أخي؟ ربنا يهديك ويهدي لك الأمور.